اخواتي، قبل ما نبلش الفيديو بدي اخذ من وقتكم دقيقة بس. اخواتي، انا اسمي عدي إدريس، يلي اول مرة بشوفني ومتابعني. انا صار لي اكثر من 5 سنين عم صور وما خليت محتوى ما صورته، ولهلا ما وصلت على الهدف او على الحلم اللي بدي اياه. والوالد اخر فترة كل ما بشوفني عم تصور على الفاضي، ولهلا ما استفدت شيء. فاتمنى هذا الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن مشان فرجي الوالد انه ما في شيء مستحيل. وانا لليوم ولبعد 100 سنة رح ضل حاول لحتى اوصل على الهدف اللي بدي اياه. السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم؟ هذا الفيديو خاص للناس اللي طلبته مني وقالت لي يا عدي صور فيديو كيف تدرج الشعر بالرقم الواحد خطوة بخطوة. فقبل ما نبلش الفيديو، إذا أنتم في حلقات معينة حابين تتعلموها كمان اكتبوا ليها بالتعليقات، وإن شاء الله قدر المستطاع رد عليكم وصوركم فيديوهات أو الحلقات اللي بدكم إياها. فتابعوا الفيديو للأخير، حطوا لنا لايك وحطوا لنا متابعة قدر تعبنا. وهون بنجيب المشط الواحد مثل ما انكم شايفين، بنركبه بهالطريقة هاي، وبناخد الطبقة اللي بدنا اياها بهالطريقة هاي مثل ما انكم شايفين. بخلي ايدي سلسة وخفيفة على الراس وبشكل تدريجيا، مشان حتى لما بدي اكسر الخط يختفي معي بسرعة وما يتعبني وضل ساعات عليه. هلا بعد ما خلصت بداية الفيديو بالرقم الواحد واخدت الطبقة اللي بدي اياها، راح جيب المشط 3 مثل ما انكم شايفين، واخد طبقة اصبعتين او اصبع ونص حسب الشعر. بشتغل بهالطريقة هاي مثل ما انكم شايفين بعملية تدريج، وبضل استعمل مشط 3 لحتى اشوف بطل يقص الشعر. بعدين ببدل على الرقم الثاني اللي بدي اشتغل فيه. بعد ما خلصنا بالمشط 3 بنجيب المشط 2، بنرجع الكير لورا مشان يصير 2.5، وبنشتغل بنفس الطريقة اللي حكيناها على الرقم 3 والرقم الواحد بداية الفيديو. بهالطريقة هاي بشتغل شوي شوي وعلى مهلي، ما حدا وراي، ولازم اشتغل بحذر مشان طالع التدريجي حلوة واحترافية وبوقت قصير. هلا بعد ما خلصنا ب2.5 قدمت الكير لقدام، وصار رقم 2 نظامي مشان اخفي الخط مثل ما اشرت لكم بالفيديو. كمان بشتغل بهالعملية هاي تدريجيا، وما برص الماكينة على راس الزبون مشان ما اسوي خطوط مرة تانية، شوي شوي وتدريجيا بهالطريقة هاي مثل ما انكم شايف. واحد اثنين ثلاثة. هلا بعد ما خلصنا 1 2 3. هلا بعد ما خلصنا بالمشط 2 1 2 3. هلا بعد 1 2 3 1 2 3. هلا بعد ما خلصت 1 2 3. هلا بعد ما خلصنا بالرقم 2 بنجيب المشط 1.5 بنركبه بهالطريقة هاي مشان نخفي السماكة اللي عم اشركن عليها بالفيديو. كمان بشتغل شوي شوي وبعملية تدريج، وما برص ايدي لا على راس الزبون ولا على الماكينة مشان ما اسوي خطوط، لان انا بشتغل بعملية دمج. لازم تكون ايدي خفيفة على الماكينة وعلى راس الزبون مشان ما اسوي خطوط تاني وفوت بمتاهات مالي فيها، لان الشغلة بدها تركيز وبدها ثقة بالنفس وبدها مهارة وبدها خفة ايد. بعد ما خلصنا شغلنا بالماكينة، هلأ صار شغل المقص والمشط مشان نخفف الكثافة يلي على الزاوية مثل ما انكم شايفين، لأن احنا عم نشتغل تدريج. لازم نخلي شوية كثافة فوق مشان تطلع معنا التدريج باحتراف وبخطوات بسيطة. هلا مثل ما انكم شايفين خلصنا الشعر تقريبا. هلا شو ضل عنا؟ دقن الزبون عنا خفيفة، بدنا ندرجها تقريبا تدريج خفيف مشان نوازنها مع السكسوكة، يعني في عنده هون فراغ مثل ما انكم شايفين، في هون لسه عم مكتملة. فهون انا ضربت على الواحد مع الشعر. هلا شو بعمل كمان؟ بركب المشط الواحد، برجع بعمل الوجه اللي بدي اياه بهالطريقة هاي. شايفين كيف؟ بعدين بجيب المشط 1.5 وبحاول ادمج هذا الشعر، لان الزبون دقنه خفيفة. شايفين؟ هيك 1.5، هيك 2. مين هاد؟ مين عم يسوي زكي؟ مين؟ ولهون بيكون خلصنا التدريجي مثل ما انكم شايفين، طلعناها بالاحتراف هاي بخطوات بسيطة. واسف ما كملت لكم الفيديو لان كنت عم صور والكاميرا انقطعت وانا ماني منتبه. فقدروا تعبنا، ولا تنسونا بالمتابعة واللايك لحتى نستمر.